الحبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضنا ويقضي حاجتنا وحاجات المسلمين أجمعين، أن الله ييسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجعل من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغنى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلى الله عليه. لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. صدق الله نصرا عزيزا. صلى الله عليه. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أبقى الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أسفى الأسفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك
الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره الكسمة صلى الله أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه جل الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة تغداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لنا من والى جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه وترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى نهضت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر
انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وسلم وبارك عليه. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه من الإيمان قواعد صلى الله عليه ذلك الإذعان والتصديق الشواهد. صلى الله عليه سيدنا محمد الصادق في قوله وفعله والبلع لله ما أمره بتبليغ خلقه من فرضه ونفله. أبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا. صلى الله عليه المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. صلى الله عليه. فما أعظمها منة تقرب الله بها على البشر وما أوصاها من نعمة إن تسرسرها في البحر والبر. صلى الله عليه. الصلوات وجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية. صلى الله عليه. في حلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإكمال. صلى الله عليه. يذكره المصلي عليه به فينبس في قلب نور سر تعلقه به وهبه وينتبه بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه. صلى الله عليه. أشرف الأصل بوده وهبه ما أكثر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بتقديم وتكريم وفدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين. صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله نعمة. صلى الله عليه. وهو القمر التام
النائم الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأكدار الأزلية بما قضت، واظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر. فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سر أشرف المخلوقين، وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعي التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، يتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر السعادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر السعادة، مرحبا يا زاهر الآن في المجال بالزيادة، للأخلاء قرآن أنت يا شهر الإفادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة،
والإحسان والصفا والاستفادة. مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر السعادة. مرحبا من غير حسبان، حيث لا نحصي عدادا، كل مسجد فيك قد زاد ربه بالنور زادا. مرحبا يا بلغنا رمضان يا رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر السعادة. أنت بهجة كل من كان حزى من تقواه زادا، كل مسلم فيك نشطان في التوجه للعبادة. مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر السعادة. وعن الآثام كسلان، وله طاعة عدا في تراويح وقرآن قد جفا نوم القعادة. مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر السعادة. مرحبا يا علي الشان، من قضى وصف ودادا، وصلاة الواحد المن من حب النعمة عبادا. مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر السعادة. تتغاص فخر عدنا، وكذا الآل الإجادة، والصحابة هم والإخوان نعم أصحاب الشهادة. مرحبا يا شهر رمضان، بلغنا رمضان يا رب. شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر السعادة. مرحبا
صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخض ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وسلم التي هي أحسن الشمائل صلى الله عليه وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزى في حدائق الأسماع والأبصار صلى الله عليه وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله عليه ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستوضعت هذا النور المبين الصلاب وبطون ما شرفته من العالمين صلى الله عليه هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام وصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم صلى الله عليه عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه وضمت وشاء بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها صلى الله عليه برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه شؤم ولا ولا عللا صلى الله عليه حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضع فضل وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه
اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله ومنذ عليه علق به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر الكنوز صلى الله عليه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة صلى الله عليه بكمال البشارة وما من حامل حملا في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادات هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بيتر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكره في البطون والظهور صلى الله عليه فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وانظر جود الإله على أهل الوجود تسج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور أخذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة ينظر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من النور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود أو خلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ومولانا محمد أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك
واستضيء بجمال يا رسول الله فقفي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذ حبانا بوجود مصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جوار خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلوا عليه وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه
وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك رفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء صلى الله عليه الكمالية والمنفرد في خلقه وخلق بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه الحبيب والشان والعلا في مجده ومكانه صلى الله عليه قد تعالى
مجدها أخذت على نجم نجم السهام السهام صلى الله عليه بسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم صلى الله وحكاية ما عليه أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله فأصل مني عليه أن أمسك إنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وفي كتاب مختار الأحاديث مختارة في فوائد المختارة وفي كتاب فوائد المختارة قال السيد عبد القادر الجيلاني يقول ليلة النصف من شعبان هي أفضل الليالي بعد ليلة القدر انتهى كلام الحبيب علوي بن شهاب وكان علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه يفرغ نفسه للعبادة في أربع من الليال من السنة وهي أول ليلة من رجب وليلة عيدين وليلة نصف من شعبان انتهى المنهج الساوي وذكر السبكي أن ليلة نصف من شعبان تكفر ذنوب سنة وليلة الجمعة تكفر ذنوب الأسبوع وليلة القدر تكفر ذنوب العمر انتهى mukasyafatul qulub ila akhir ma qala radhiyallahu anhu arda. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah yang dikutip oleh Al-Habib Alawi bin Syihab, beliau mengatakan bahwa Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an mengatakan Lailatul Nisfi min Sya'ban hiya afdalul layali ba'da Lailatul Qadar, bahwa malam nisfu Sya'ban itu paling utama-utamanya malam setelah malam Lailatul Qadar. Keistimewaan malam nisfu Sya'ban, malam ini peringkat kedua setelah malam Lailatul Qadar. Imam Subuki mengatakan anna lailatan nisfi min Sya'ban tukaffiru dzunuba sanah. Malam nisfu Sya'ban dapat menghapus dosa setahun. Artinya mun yesen ibadah. Ki malam walaupun malam nisfu Sya'ban mun sampean ngangkuri percuma. Maka orang saya menadah kedua tangan ibarat Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa pemberian kepada kita, namun kita tidak berharap kepada Allah dan tidak menerima pemberian tersebut, maka akan sia-sia. Artinya malam nisfu Sya'ban kang kui orang saya minta sepora yang malam mangken dosa setahun sepora tina Allah Subhanahu wa taala menurut Dabun Imam Subuki. Wa lailatul Jum'at tukaffiru dzunubal usbu'. Adapun malam Jumat aneka bisa menghapus dosa seminggu. Kemis ketemu Kemis dengan catatan atau istighfar. Malam nisfu Sya'ban domino ya pancet. Hatta malam Lailatul Qadar mun orang gila tak menghadang malam gila tak bakal napa-napa. Balas tak oleh apa-apa bila syekh.
tanpa sesuatu apapun hampa. Oleh karena itu malam makin adalah malam nisfu Sya'ban. Bagi kita yang telah mengerti akan keistimewaan dan keutamaan malam nisfu Sya'ban, sangatlah tidak pantas jika kita tidak menghargai malam-malam tersebut. Bila boleh, malam esodoraki amal kula panjenengan selama setahun dekat Allah Subhanahu wa taala malam nisfu Sya'ban. Neng nisfu Sya'ban kejadian sangat banyak, di antaranya pindah kiblat si asal ke Baitul Maqdis yadep dekat Ka'bah juga neng nisfu Sya'ban. Ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi juga neng bulan Sya'ban persis neng malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu kangkui orang se ngaku lebih sambian nikah sebanyak tu sana malam makin kebe kesempatan sandi bine semajan bine na cak bolong gelu khusus malam meriah regani malam makin nikah bahkan makro nah tak salah karena malam nikah malam untuk ibadah, karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib yufarrigu nafsahu lil ibadah, mengkosongkan dirinya daripada kegiatan-kegiatan khusus lil ibadah malam 4 nikah. Tak kena ngeganggu Sayyidina Ali. Termasuk malam nisfu Sya'ban. Nah, dadi mun sandi bini semaja laku bae tunda. Untuk malam makin untuk malam ibadah. Ya, mun sampean sobung udzur, mun sampean tak keburu, mari salat maghrib kita baca doa Yasin 3 kali. Mun sampean tak keburu, mun keburu ngereng, mun beda acara-acara imtihan atau selain silahkan. Mun si tak keburu untuk mengisi nisfu Sya'ban malam makin kita baca Yasin 3 kali bersama, tutup kelaban doa nisfu Sya'ban si tak keburu. Nah, malam makin malam nisfu Sya'ban dugudratillah mentar muka itu yakin tambahan amal ibadah saya keterima setuju tu satu saya sepora dan insyaallah neng bulan Sya'ban teti bulan saya barakah yuballighna barakah barakah dalam bulan Sya'ban ibadah pada ke bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nadhama al-fikru min dararil awsafil muhammadiyyati ubuda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam أن يجعل سعي فيه مشكورا وفيلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين على عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة الحبيب من الحاضرين
وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركته وشرف بجهته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقدار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصرنا على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا